تعال نشوف المثال اللي بعد كده. بيقول لي أكمل ما يلي. النقطة 3 و2 تقع في الربع الكام؟ طبعا زي ما انت عارف الشبكة التربيعية اهي خدناها زمان، خدناها كتير. س وس شرط، واللي صاحي ده صاد، اللي تحت صاد ايه؟ شرط. طبعا اليمين موجب 1 موجب 2 موجب 3 موجب 4 موجب 5. شمال سالب 1 سالب 2 سالب 3. فوق موجب 1 موجب 2 موجب 3 موجب 4. تحت سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. الشبكة التربيعية دي يا شباب متقسمة 4 أرباع. ده الربع الأول، وده الربع الثاني، وده الربع الثالث، وده الربع يبقى لا، يبقى الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع. يلا بينا بالترتيب كده. أول تاني تالت رابع، ما تشيلش صبعك. أول تاني تالت رابع. يبقى الشبكة التربيعية دي متقسمة كام ربع؟ 4 أرباع. أول تاني تالت رابع. هنا لاحظنا حاجة يا شباب. في الربع الأول لقينا الإحداث السيني هنا بالموجب ولا بالسالب؟ موجب. طب والإحداث الصادي هنا برضو موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى لو كان الإحداث السيني السينات بالموجب والصادات إشارتها موجب، يبقى تقع في الربع الإيه؟ الأول. زي مثلا النقطة عندي هنا 3 و2، السينات هنا إشارتها إيه؟ موجب. والصاد إشارتها إيه؟ برضو موجب. يعني لو السين موجب والصاد موجب يبقى تقع في الربع الإيه؟ الأول. يبقى الربع الأول السينات فيه بالموجب والصادات في الإيه؟ في الموجب. يبقى الربع الأول موجب موجب. طب يلا تعالى نشوف الربع الثاني. في الربع الثاني هنا السينات بالسالب والصاد بالموجب. يبقى لو عندك السين بالسالب والصاد بالموجب يبقى تقع في الربع الايه؟ الثاني. تمام؟ طب الربع الثالث هنا السين بالسالب والصاد برضو بالايه؟ بالسالب. يبقى الربع الثالث سالب سالب. عايزك تحفظ دي. الربع الاول موجب موجب، يعني السين باشارتها موجب والصاد اشارتها ايه؟ موجب. الربع الثاني السين بالسالب والصاد بالموجب. يبقى لو عندك س بالسالب وصاد بالموجب يبقى تقع في الربع الثاني. طب لو س بالسالب وصاد بالسالب تقع في الربع الثالث. طب تعال نطلع عشرات الربع الرابع بقى. هنا السين بالموجب وهنا الصاد بالسالب. يبقى لو موجب سالب تقع في الربع الرابع. يلا بينا بقى يا بطل، بعد ما نحفظ القواعد دي الاشارات دي تعال نطبق بقى ونحل. يبقى النقطة الأولانية 3 و2 السين بالموجب والصاد إشارتها موجب تقع في الربع الأول. ممتاز. يلا نكمل حل. النقطة سالب 2 و7، يعني س بالسالب وصاد بالموجب. س بالسالب صاد بالموجب سالب موجب تبقى تقع في الربع الإيه؟ التاني. يبقى سالب موجب تقع في الربع التاني. يبقى لما تلاقي إشارة السينات سالب والصادات موجب يبقى تقع في الربع الإيه؟ الثاني. السؤال اللي بعد كده بيقول لك النقطة سالب 2 وسالب 4 تقع في الربع الكام؟ لو لاحظت هنا السينات بالسالب والصادات بالسالب، يعني إشارة السينات سالب وإشارة الصادات برضه سالب، يبقى سالب سالب تقع في الربع الكام؟ التالت. طب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. النقطة 3 و0. 3 و0 فين التلاتة اهي؟ على محور السينات 3. صاد بالموجب كنا هنطلع فوق، صاد بالسالب هننزل تحت، لكن هنا صاد بكام؟ بصفر. يبقى دي تقع في الربع الأول ولا الرابع ولا على محور السينات؟ النقطة 3 وسالب 1 تقع على محور الايه؟ السينات.
طب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي النقطة 0 و4. النقطة كام؟ 0 و4. طب دي موجب موجب؟ لا. طب سالب موجب؟ لا. طب سالب سالب؟ لا. طب موجب سالب؟ لا. امال ايه؟ الصفر ده محايد يا حبايبي. الصفر ده محايد جمعي، ليس موجبا وليس ايه؟ سالبا. قال لي هنا السين بالسالب والصاد بالموجب، يعني على السينات قصدي السين بصفر وصاد ب4، يبقى على السينات بصفر والصاد بكام؟ ب4، يعني تقع هنا. يبقى النقطة دي تقع على محور الايه؟ الصادات. وتقع على محور الايه؟ الصادات. يبقى هنا خلي بالك من معلومة مهمة جدا. لما النقطة تقع على محور السينات يبقى الصادات بكام؟ بصفر. طب لما تقع على محور الصادات تبقى السينات بكام؟ بصفر. يبقى لو جه قال لك النقطة تقع على محور السينات تبقى إذا الصادات بكام؟ بصفر. طب لو قال لك النقطة تقع على محور الصادات، على محور الصادات أهو، يبقى السينات بإيه؟ بصفر. خد بالك من المعلومة دي عشان ساعات بتيجي في الامتحان.